محرز يتصدر الترند ويعاني من زوجته تايلور ويشتكي منها لأول مرة. أهلا وسهلا بحضراتكم. قبل أي تفاصيل لايك للفيديو، اشتركوا وفعلوا الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. وقبل ده كله هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. رياض محرز وزوجته تايلور وهو بيعاني معاها معاناة شديدة جدا جدا، لكن طبعا الكلام ده كله بهزار يا جماعة. بس تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي حصل. هو بيقول ان هو نفسه مراته تقعد في البيت تنظف وتطبخ زي اي ست بتعمل اكل وشغل البيت لزوجها واولادها، وهي قالت انا بحب الشغل كتير جدا جدا، وان هي بيزنس وومن سيدة اعمال. وطبعا هم قعدوا على خلاف شوية، وهو يقول انا نفسي اكل من ايدك، وهي تقول له انا ما عنديش وقت للكلام ده، انا عندي شغل وعندي التزامات كتير جدا في شغلي، والشغل كله على دماغي، والتفاصيل اللي حضراتكم عارفينها دي. كمان هي قالت ان احتمال كبير جدا ان هي تجيب الطفل الثالث، لان الاول والتاني طلعوا شبه محرز بالظبط. فهي قالت ان شاء الله باذن الله الطفل البيبي الجديد الثالث هيبقى شكل ان شاء الله. آم طبعًا إن شاء الله بإذن الله يا رب يبقى شكلها وتخلِّف بيبي جميل زيّها زي القمر، وربنا يا رب يوفقهم في حياتهم يا رب، اللهم آمين يا رب، ويحقق لها كل اللي هي بتتمناه، ويحقق لحضراتكم ويحقق لأمة محمد جميعًا اللهم آمين يا رب. انتهى الفيديو مع حضراتكم ومع السلامة.